بلادنا فيها حاجات جميلة كتير وحاجات حلوة كتير، لكن أحيانا ما بناخدش بالنا منها. عشان كده بس بنحاول نعمل فيديوهات صغيرة عشان نوثق أو ندوكيمنت بعض الأماكن الجميلة جدا في بلادنا أو بره مصر. طبعا النهاردة أنا عايز أصور مكان جميل جدا ومميز في مدينة إسماعيلية، هو المسجد العباسي. المسجد العباسي هو أقدم مسجد في مدينة إسماعيلية، طبعا ليه تاريخ طويل. المبنى الحالي للمسجد العباسي تم بناؤه سنة 1898 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، لكن المسجد يمكن عمره أقدم من كده بكتير، لأن هو مرتبط بتاريخ مدينة الإسماعيلية. الجامع العباسي أجمل أثر تاريخي في إسماعيلية. اختيار المكان ما كانش عشوائي، لأنه المكان أساسا كان مميز من الأول إنه فيه بير. البير ده بيستخدم كاستراحة. المسجد من الداخل تحفة معمارية من العصر الحديث، وما زال محتفظ بالزخارف الأصلية من 125 سنة. في الأماكن الأثرية والتاريخية الجمال دايما بيكون موجود في التفاصيل، وفي المسجد العباسي لقينا تفصيلة جميلة جدا في المنبر الأصلي للمسجد. المنبر مصنوع من أجود أنواع الأخشاب، ولقينا مكتوب على الجانب الأيمن للمنبر: جدد في عصر خديوي مصر عباس حلمي الثاني سنة 1316 هجرية. ولو نظرنا إلى القبة الأصلية للمسجد هنلاقي مكتوب أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي. دي القبة الأصلية بتاعت المسجد. طبعا السطح ده كان سطح خشبي، لكن حصل ترميم حديث عشان يحمي المسجد من الأمطار، فده حاليا سطح خرساني، لكن دي القبة الأصلية. وطبعا شفنا قد إيه هي من جوه جميلة جدا. ودلوقتي هسيبكم للاستماع لأذان العصر من المسجد العباسي بالإسماعيلية. شكرا جزيلا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن